انا عندي رساله يا جماعه من بعد الحمله اللي عم يصير بالمغرب هلا حاليا على المدرب الركراكي انه يخرج من المنتخب. بس عندي رساله وحده مغربي، هل نسيت ماضيك؟ هل نسيت حاضرك؟ هل نسيت تاريخك؟ انا بتفق معك بكل شيء الا انه مدرب يخرج من بعد الاداء السيء اللي صار. طبعا هو بيتحمل النتيجه، هو بيتحمل الاداء، هو بيتحمل كل شيء صار بهالمباراه. بس يا اهل المغرب هيدا الركراكي يا اخي، هيدا الركراكي. بس انت غمض عيونك يا مغربي واسترجع ذكريات، غمض عيونك واسترجع يا اخي. فوزك قدام اسبانيا وقدام برتغال قدام بلجيكا، اول منتخب عربي عبر التاريخ بيوصل نص نهائي كاس عالم. هو المنتخب العربي الوحيد بالتاريخ يلي وصل لهالمرحله. 19 فوز على التوالي، عامل يا جماعه اكبر انجاز بتاريخ المنتخب، اكبر انجاز بتاريخ المنتخب، مش تاريخ منتخب، تاريخ المنتخبات العربيه يا جماعه. مش هيك الحمله بتكون. سمح الله بعدين ما توفى، بقول واحد بس، اما اول مباراه يتعثر فيها، اول مباراه من بعد 19 فوز وراح على كاس العالم هلا حاليا 2026 تيجوا تعملوا عليه حمله. طبعا مش الكل، عم بحكي انا على البعض. السوشيال ميديا هلا مليان ركراكي، خليه موجود، ركراكي لا برا. انا بنظري خليه موجود. في اصابات بالمنتخب هلا، رجع حكيمي، عدم تفاهم. طب هي مدرب كاس العرب، هي تاني مباراه قدام عمان كان سيء جدا واخذوا البطوله رجعوا. طب هي الركراكي تاني مباراه ما كان موفق، بس دغري تعملوا هالحمله عليه. انا بصراحه بوقف مع المدرب من بعد الانجازات التاريخيه اللي عملها المغرب. وطولوا بالكم اهل المغرب، انا بوافقكم بكل شيء، بس المدرب هلا تعملوا عليه حمله، هيدا الشيء غلط كبير. وهيدي نصيحه يا جماعه، بعد الضغوطات عن المدرب وعن المنتخب وعن اللعيبه، خلي المنتخب يلعب برياحه. وكل التوفيق لكم.